شايفين الفراخ مستويه ازاي بجد؟ شايفه طعمها وسواها تحفه. شايفه حتى اللحم بتاعها عامل ازاي. اهلا بكم في قناه بنت شيف. يلا نعمل مع بعض الفراخ المشويه بس في الفرن بطريقه سهله جدا وطعم يجنن. احنا معانا هنا طبعا معانا اوراق فراخ طبعا منضفينها كويس جدا، وانا خاليه ما بين اللحم والجلد بالطريقه دي. وانت بتنضفيها هتفتحي كده وتنضفيها كده، وهنجيب السكينه ونعمل فتحات في اللحم بالشكل ده، لان انا هحط لها الحشوه بتاعتها من جوه، عايزاها تدخل جوه اللحم كله. شايفه ازاي؟ اهو بطريقه سهله جدا اهي بالظبط كده اهي. هنعمل باقي الكميه كلها بالشكل ده، نعمل كمان واحده، ناخد كمان ربع اهو، وهنمسك برضو نقطع كده. الطريقه دي هتخلي كل التتبيله اللي هنحطها هتبقى في طعم اللحم، وهتخليها طعمها فيها التتبيله كامله بالشكل اللي انت شايفاه كده. هعمل باقي الكميه وارجع لكم تاني بعد ما خلصنا وقطعنا الفراخ كلها بالشكل ده من جوه كده. هنبدا بقى نعمل لها التتبيله بتاعتنا. يلا بينا. اول حاجه هنضيف طماطميه كبيره مقطعاها كده صغير، وبعدين هنضيف فص توم، وهنضيف البصل. انا مقطعه كده علشان اسهل الكبه ان هي تشتغل بسهوله. هبدا اضربهم مع بعض الاول. بعد ما ضربناها حاجه بسيطه كده هبدا اضيف التوابل بتاعتنا. هنضيف معلقه من الكزبره، وبابريكا، وكاري، معلقه صغيره قرفه، وتوم باودر، وبصل باودر، وشطه، وبهارات فراخ، معلقه سكر، واخر حاجه الملح. وهنضرب كل ده مع بعض. وهنضيف كل الخلطه بتاعتنا كده، وكده الخلطه معانا بقت جاهزه. هنبدا نحشي بيها الفراخ. هنبدا بقى نحشي الفراخ. انا عايزه اهم حاجه ان التتبيله تدخل جوه اللحم علشان اللحم يشرب كل الطعم بالشكل ده كده. هنا كمان كده تمام. كل اللحم بقى في التتبيله. هنحطها بقى كده ونكمل باقي الكميه بنفس الشكل ده اهو. انا عندي اهو، احط لها كده وابدا ادخل التتبيله في اللحم في الفتحات اللي احنا عاملينها مع بعض. لما تيجي تاكلي الفراخ هتحسي بالطعم باين جدا جدا جدا، واللحم كله شارب منها. بجد تحفه جدا، لازم تجربيها بنفس الطريقه دي كده.
مفيش مكان ما نحطش فيه بالشكل ده كده. هخلص باقي الكميه وارجع لكم تاني. وكده بعد ما تبلنا الفراخ خلاص هنضيف لها بس جزء من التتبيله الباقيه كده معانا، علشان هنسيبها من 2 ل3 ساعات في التلاجة قبل ما نبدأ نسويها، علشان تكون خدت كويس من الطعم. يعني مش مجرد ما عملناها نروح نسويها دلوقتي. ولو انت بقى دلوقتي ممكن مستعجله او وراكي حاجه، اعمليها قبلها بيوم هتبقى جاهزه معاكي. نبدا بقى نغطيها ونحطها في التلاجة ال3 ساعات اللي احنا اتفقنا كده. بعد ما غطيناها كويس هنحطها في التلاجة وارجع لكم تاني. دلوقتي فات 3 ساعات. هنبدا ان احنا نحط الفراخ بتاعتنا. اول حاجه هنجيب صينيه كده ونحط عليها شبكه، وهنبدا ان احنا نحط الفراخ عليها كده. بعد ما حطيناها هكون مجهزه عندي ميه بتغلي، وهنبدا نضيف في الصينيه ميه تكون بتغلي كده. والفرن عندي شغال على درجه حراره 200، وهنبدا نحطها في الفرن على الرف الاخير خالص، وهتستوي بالطريقه ديت زي ما احنا متعودين. عندي شويه من التتبيله هنضيف عليهم معلقه كبيره من دبس الرمان. دي هحتاجها في ايه؟ هندهن بيها الفراخ من بره، ولما تيجي خلاص هتبدا تشغلي عليها الشوايه هرجع ادهنها كمان مره تانية عشان تديني اللون الحلو اللي احنا عارفينه في المشويات بالشكل ده كده. وهبدا احطه على الفراخ من بره كده. طبعا الفرن شغال، انا عايزاه سخن جدا، مش عايزاه يكون بارد. والميه اللي بتغلي دي هي اللي هتسوي لي الفراخ. طريقه حلوه جدا وطعمها حلو قوي 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 وصحيه جدا. ولو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكيد تعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نحطها دلوقتي في الفرن ونرجع لكم على طول. كده بعد ما طلعنا الفراخ شايفين الجمال؟ شايفه اللون عامل ازاي؟ مشويه دي ولا مش مشويه؟ ومعاها كمان الصوص اللي تحتها دي شوربه، ممكن تستخدميها في عمل اي حاجه جنبها. بس بجد حتى لو هتعملي رز بسمتي هتضيفي عليه من الشوربه دي طعمها يجنن. مش بس الفراخ بس، لا، كل التوابل والبهارات نزلت فيها. وطبعا احنا ضايفين على الميه اللي تحتها دي ضفنا فيها بعض البهارات اللي هي من بهارات الفراخ والتتبيله بتاعتها. يلا بينا نقدمها مع بعض. وبكده تكون خلصت الاكله بتاعتنا النهارده. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا. اتفضلوا معايا.